السلام عليكم. ابراهيم زريق، رئيس فيدراليه اقليميه لبائع وقطع غيار مستعمل. اليوم هذا اللقاء هذا درناه على اساس بان باش نوضحوا للاخوان اولا فين وصل المشروع ديالنا وفين وصل البرنامج ديالنا عن طريق المسؤولين الفيدراليين على الصعيد الوطني، والتنسيق ما بينه وبين المسؤولين الجهويين من اجل اخراج البرنامج ديالنا لحيز الوجود. لكن قبل ذلك بغينا نناقشوا واحد النقطه اللي وقع في حي الحسني. الحي الحسني اليوم الاخوان التجار عندنا تقريبا 300 تاجر، عندنا 65 واحد ديال الاخوان اللي كيشتغلوا بجنبات السوق، تقريبا العدد 365. الكل كيشوف بان كانت واحد الدوره مؤخرا تقريبا واحد يومين او 3 ايام، تقريبا الحضور اللي كان في الجماعه او المقاطعه كانت تقريبا كيتعدى 500 تاجر. هادو واحد المجموعه ديال الاسواق اللي كانت بما فيهم صورصه واحد، صورصه جوج، شاديه، واحد المجموعه ديال الاسواق اللي كانت مضره من ديك عمليه الهدم وجاو كيحتجوا. فاذا بك كنتفاجئوا بان رئيس الدائره كيخلي هذيك ال 500 كامله وكيقلب على واحد 10 ديال الافراد بالضبط اللي كيمثلوا لافيري كانوا حاضرين، بحكم لان من حقهم حتى هما يمشيو يشوفوا واش واقع، يشوفوا المصير ديال المحلات ديالهم، لان من حقهم يمشيو لواحد الدوره اللي هي دستوريه ويتبعوا شنو واقع. فاذا بك كيتفاجئوا بان كيجي عندهم رئيس الدائره وكيعاود يهددهم تما امام الجميع وكيقول لهم بان انتم ما بقاش دابا الموضوع غير معاهم هما، ولا عندهم موضوع حتى مع الاخوان ديال الفيدراليه ومع الاخوان المسؤولين، كيقول لهم بان هذوك الناس راه كياكلوا الثومه بفمكم وهذوك الناس راه غيبقاو يكذبوا عليكم. فاحنا كنعتبروا بان هذه شي تجاوزات، وكنعتبروا بان مساله اخرى بان هذا السيد ربما يمكن خدام شي اجنده سياسيه باغي يدوزها لديك المنطقه. هذه وحده. نقطه اخرى هو بان كل مره كيقول كلام، مره كيقول بان هذوك الناس ما عندهمش كاع الوثائق القانونيه، وهذا جاء على لسان احد النواب ديال المقاطعه اللي مرر ليه الميساج باش يدوزوا. الا كانوا هاد الناس ما عندهمش وثائق قانونيه، علاش هذه مده ديال 42 سنه او 41 سنه وما كيعيشوا في هذاك السوق؟ كيفاش دوك المسؤولين كانوا قبل خلاو هاد الناس بدون وثائق؟ نقطه اخرى هي بان حنا عندنا وثائق اللي كتثبت بان المحلات ديالنا وفيهم وثائق اللي كتلزم سميتو الجماعه باش تلقى لنا حلول. يعني مصير التجار مصير ديالنا حنا كنسقوا ما بيننا وبين الاخوان ديالنا. البارح كانوا الاخوان ديال الفيدراليه الجهويه كانوا مريحين مع كتيب الدوله بخصوص هذا الموضوع هذا، ووعدهم بان غيكون حلول ان شاء الله، وقال لهم بان الحكومه اكيد بان غتلقى لهم حل. السيد الوالي كذلك وعد الاخوان ديالنا على اساس بان غيكون حل. حنا كيف قلت ما بقاش عندنا المشكل بان مع المسؤولين الوطنيين او المسؤولين الجهويين، كثر ولا عندنا مشكل مع واحد الشخص اللي كيحاول ما امكن يخلق الفتنه في الحي الحسني وكيبغي يخلقها بالناس ديال سوق دالاس والفيدراليه على الخصوص. المطلب ديالنا هو بان هذا الحل يكون في اقرب وقت، لان الاخوان دابا هذه تقريبا ديال شهرين هما جالسين، ما يمكنش غيعاودوا يستمروا اكثر. كنطلبوا من المسؤولين على اساس بان الحل كان غيكون في اقرب وقت ان شاء الله. لا دابا المسؤولين هو المفروض بان هاد الناس الا كانت هذه الحكومه حكومه كيف كتقول بان جاي كتقلب على حلول، انا كيبان لي في حي الحسني كتقول العكس، لان لا يعقل بان كتجي كتريب تعوق الاسواق وما كتلقاش من الحلول. المفروض بان هاد الناس المنتخبين اللي هما اصلا مصوتين عليهم ساكنه حي الحسني المفروض بان يلقاو لهاد الناس حلول قبل ما يوافقوا الهدم. الهدم راه من حق الناس ديال المسؤولين يقوموا باي حاجه كتبان لي عشوائيه، ولكن انت كمسؤول سياسي المفروض بان تلقى الحل هذا المواطن او هذا التاجر او هذا المواطن اللي صوت على قبل. كافي يعني انك باش ودابا هذا هو الغريب، وهذا علاش كنقولوا بان حنا ديما عندنا مشكل مع رئيس الدائره، لان العماله كتسيرها عامله واحده في واحد المجموعه ديال الدوائر بما فيهم دائره ليساسفا ودائره الحي الحسني، بان جميع المسائل كتدوز بطريقه سلسه ما بين المواطنين وما بين الناس مسؤولين. على سبيل المثال طريق جديده، واحد المجموعه ديال المحلات اللي رهبات بطريقه عاديه، اسواق بحال سوق الحراج، سوق الكسب، واحد المجموعه ديال المحلات اللي كتحل والناس كيهزوا سلعتهم وكيمشيو عادي. كذلك في الولفه الى الحي الحسني. الحي الحسني الطريقه باجه كيف قلت بان عندنا واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي كتاكد الخروقات اللي دار هو، والتجأنا احنا واحد الوقيته كنا غنلتجؤوا للقضاء، ولكن الاخوان طريتو قالوا بان مادام واحد الشخص او واحد الخائن بان استغل دوك الفيديوهات ديال الاخوان ونشرهم على الموقع ديالو اللي هو رضا الليلي، الاخوان طريتو قالوا بان العوض فاش غنشروا او لا العوض فاش غنمشيو للمحكمه او نمشيو للقضاء نطريتو ونخبروا هذوك الوثائق كلها هزيناهم وعطيناهم الناس المسؤولين، نسخه عند السيد الوالي ونسخه عند السيد العامل. قرار تعسفيه، والدليل كيف قلت لك هو بانها انت دائره الحي الحسني ماشي دائره الولفه ماشي دائره ليساسفا. هو فرق كبير. حنا كنشوفوا مثلا بين قوسين واحد المجموعه ديال الاسواق اللي كتهدم وكيحضروا الناس مسؤولين وكيعاود يتم مثلا بين قوسين الترميم ديالها او البناء ديالها، كما وقع في سباته 5 المحلات تحرقوا. جا السيد المسؤول تما قال لهم بان يعاودوا يرجعوا. هادشي كاين في واحد المجموعه المناطق، الا الحي الحسني
بالضبط انا كنقول دائره الحي الحسني ماشي معامله الحي الحسني، دائره الحي الحسني هي الاستثناء. يعني بالنسبه للوعود اللي قالوا لكم، يعني البلايص اللي عطاوكم، يعني هناكم فين غادي تمشيو؟ المقترح اللي كان قبل هو بان هذا هو الاخوان جاي اليوم باش يستمعوا ليه، هو بان كان عندنا مقترح ديال طريق مديونه، والاخوان ديال الفيدراليه على صعيد الجهوي داروا واحد التصميم اللي ممكن غادي الا كان موجود دابا غيعرضوه عندنا، ما كانش غيخليوه المره الاخرى، على اساس بان كيفاش كيشوفوا هما التصميم وكيفاش كيشوفوا سميتو لافيري مستقبلا، وغيعرضوه على السيد الوالي والناس مسؤولين الا وافقوا عليه. هذيك كان كاين شي حاجه اخرى ممكن تضاف غيضافوها ان شاء الله. بالنسبه للتجار واثقين انهم يمشيو للديونات؟ ما كاينش عندنا اشكال اكثر من هذا، بان احنا قبل ما يتهدم السوق حنا طلبنا من رئيس الدائره والاخوان هم كانوا معنا على اساس بان يعطينا غير البرنامج اشنو باغي يدير. كيجاوبنا كيقول لنا بان من يدعي بان السوق ديال سيهدم فهو كذاب اشياء، السوق ديال ما غيتمش، وهذه تعليمات ديال السيد العمال وهذه. فاذا بك كنتفاجئوا من بعد 10 ايام كيجيب التراك كيدير لي بالعبار الله. الاخوان ما عمرهم كانوا ضد الهدم، ولكن كانوا كيقلبوا على طريقه تكون سلسه ما بين الهدم والوقيته اللي غيستافدوا هما في محلات ديالهم. هذا هو الكلام. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.